في زمن التعددية والانفتاح نجد إسرائيل التي تصف نفسها بالديمقراطية تلجأ إلى سن قوانين أقل ما يمكن وصفها بأنها ليست ديمقراطية، قوانين تفرض لا بل وتلزم الاعتراف بيهودية دولة إسرائيل وإدلاء قسم الولاء لها. لا، بل سأقول أكثر من ذلك. انظروا وسائل الإعلام في كل مكان تتشدق وتقول كيف يمكن لقانون الطوارئ أن يبقى موجودا لعدة عقود، وقامت الدنيا ولم تقعد على مبارك في مصر وضغطوا على سوريا حتى إلغاء القانون. هذا جميل، لكن قانون الطوارئ في إسرائيل ساري المفعول منذ 66 عاما. تخيلوا، منذ عام 45 حيث فرض الإنجليز آنذاك قانون الطوارئ في فلسطين، لكن لفترة مؤقتة. اليهود انتظروا وأبقوا عام 48 عندما انتصروا، وأبقوا هذا النظام مفروضا وسائر المفعول ليومنا هذا. أي إسرائيل بلد قانون الطوارئ والمراقبة المخابراتية. 40% من مواطني البلد لا يحق لهم التصويت في الانتخابات. فأين المجتمع الدولي؟ وأين وسائل الإعلام من ذلك؟ الحديث عن أن إسرائيل بلد ديمقراطي عبارة عن فكاهة أو نكتة، لا بل إنها عرقية تعصبية بكل ما تحمله الكلمات من معان. تقول إن 40% من السكان لا يحق لهم التصويت، لكن لدينا واقع آخر. إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي ترفض تحديد حدودها حتى يومنا هذا. هل هذا يعني أن مشروع إسرائيل الكبرى ما زال حيا في البرنامج الصهيوني؟ لنقول إنه أبدا لم يختفي، والقضية تكمن في حيثيات معالم إسرائيل الكبرى. توجد نقاط معروفة لكثير من المختصين، ألا وهي أعمال أودي يونون في كتابه عام 82، وتحدث فيه عن ضرورة تقسيم وتجزئة الدول من إيران إلى أثيوبيا، لا بل فرمها إلى جزيئات منهكة تتذابح فيما بينها. وعندها تسطع إسرائيل كمنارة في الإقليم المجزأ المفروم، وتكون الفيصل في كل قضايا الإقليم، وباقي الجزيئات من بقايا الدول ستكون مشغولة في التناحر فيما بينها. بعبارة أخرى، يضلل كل من يعتقد أن الصهيونية تعتزم بناء دولة جبارة عظيمة إسرائيلية، حيث أنهم اختاروا طريقا آخر، ألا وهو أن يكونوا قلعة حصينة مسيطرة بين مجموعات من الفلاحين والفقراء، أي برج بين الخلاء. برأيك ما يحصل في الشرق الأوسط ابتداء من حرب العراق وتهديد إيران بضربة عسكرية، هل كل ذلك ضمن هذه الخطط؟ أخشى أنك محق، وأن الحرب في ليبيا اندست في طيات هذه الخطط. تجزئة كل ما يمكن تجزئته. ليبيا على هوية الانقسام، ومثل هذا السيناريو خطط له في مصر وفي دول أخرى. فالفكرة انطلقت كما ذكرت من يونون، ثم تبناها المحافظون الجدد في الولايات المتحدة وجلبوها إلى أمريكا، وقالوا إننا هكذا سوف نبني الشرق الأوسط الكبير الجديد، والذي ينطبق تماما على هذا النموذج المجهز، أي عالم مقسم تماما إلى دويلات أقزام تقف في مركزه دولة مضية واسمها إسرائيل. هل تعتقد بأن مشروع إسرائيل كدولة باق، وهل له الحق في ذلك، أم أن وجود إسرائيل مهدد على المدى البعيد برأيك؟ أنت تصف الدولة الإسرائيلية بالمختلقة. بلا شك إسرائيل وفكرة وجودها أمر مختلق، لا بل خيالي. فلم جميع اليهود والجمعيات الدينية التي تعيش في دول مختلفة وجمعها في منطقة واحدة يبدو كنظرية المدينة الفاضلة.
وهي لم تعجب الكثيرين قبل تنفيذها وتجسيدها على أرض الواقع. حتى بعد أن تشكلت إسرائيل تبين أنها ليست بتلك الحسنى، وليس جميع من فيها راض عن حياته. ها نحن الآن نتحدث معكم في موسكو، ونعرف أنه خلال السنتين الأخيرتين عشرات الآلاف من المواطنين الإسرائيليين من الروس السابقين عادوا إلى روسيا تاركين إسرائيل، وعملية عودة من هاجر لإسرائيل آخذة في التسارع، فهم غادروا إلى إسرائيل ليكونوا مواطنين ورأوا ما لم يتوقعوا رؤيته. هناك هذا يخص جميع نواحي الحياة، منهم من كان يجمع محاصيل الخضار، وآخر يغسل الملابس، وإلى ما هنالك. ومن بعدها فكروا وقالوا من الأفضل أن نكون مواطنين روس كالسابق من أن نكون مواطنين محتلين، وخصوصا أننا لم نشعر حتى بأننا مواطنون. وأود القول إنها فكرة وجود إسرائيل مبتكرة، ولكنها قد تنهار بنفس السهولة التي ابتكرت فيها. في كتابك